السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة من حلقات مطبخ أسماء وسلمى. هنعمل مع بعض النهاردة سمك بولتي أو سمك شبار. هنعمل جندفلي أو خلول، بعض الناس بتقول عليه خلول وبعض الناس بتقول جندفلي. وهنعمل مع بعض بلح البحر، وهوريكم بقى المكونات اللي هنحتاجها. معظم المكونات مشتركة، فأنا حضرت الحاجات كلها مع بعض مرة واحدة عشان ما نتلخبطش. أنا معايا دقيق، شوية دقيق كده، ومعايا توابل، كمون وكزبرة وشطة وملح. طبعا دي توابل السمك معروفة. وفي توابل تانية هتبل بيها الدقيق اللي انا هقلي فيه السمك، كاري وكركم وملح وشوية كمون. وطبعا مش هنستغنى عن الثوم، ومعلقتين نشا عشان السمك يبقى مقرمش كده. وطبعا لازم فلفل شطة ناعم، وتوم مهروس، وعصير ليمون، وجزر متقطع مكعبات، ومعايا ليمون مش معصور. نبدأ الأول بالسمك. نتبل السمك ونسيبه نص ساعة ونرجع نعمل بقية الحاجات. ده بقى الدقيق بتاع السمك، عشان ما نتلخبطش هحط فيه التوابل اللي هي دي، شوية الملح والكاري والكركم والكمون. احط كله على بعضه كده ونقلب الدقيق. وده كده الدقيق جاهز لقلي السمك. الدقيق ده بقى متبل كده لقلي السمك، بيخلي السمكية طبعا مش هننسى بقى معلقتين النشا. نحط كمان معلقتين النشا بتاعنا ونقلبهم كويس على خلطة الدقيق كده. ده جاهز للسمك. نتبل السمك بقى، عايزين نتبل السمك. طيب هنعمل ايه؟ نشيل السمك دوت، نجيب كبة معانا، احط فيها بقى الثوم بتاعي ده كله. التوابل دي انا هحتاجها في الخلول، وهحتاجها في بلح البحر، وهحتاجها في السمك. فانا هقلب التوابل كلها على بعضها، وهاخد بقى الملح بالتوابل. انا مظبطه الملح بتاع الثلاث حاجات، السمك والبلح البحر والخلول او الجندفل. فانا هاخد شويه من التوابل ديت على الثوم اللي انا حطيته دوت عشان اتبل السمك. اخد مثلا نصهم واسيب نصهم لباقي الحاجات، عشان انا عندي سمك كتير حوالي 3 كيلو. مش وزناه بس مش عارفه، هو يجيله 3 كيلو لان انا جايبه سمك كتير. تمام. ومش هنسى عصره الليمون زي ما عودتكم في التتبيله. ونضرب بقى التتبيله دي ونتبل السمك. دي بقى التتبيله بتاعتي. انا تبلت كام سمكيه كده بس التصوير ما جابهمش. هتبل بقى بقيه السمك. انا بمسك التتبيله كده واحط في النص واملى الجنبين كده، هنا وهنا كده، عشان السمكيه تبقى مملحه كده وريحتها حلوه، ريحه الثوم فيها وريحه التوابل. هنعمل كام سمكه مع بعض كده ونسيبه بقى نص ساعه، وبعد نص ساعه ان شاء الله نقليه. نكون احنا عملنا الجندفلي وعملنا بلح البحر، ونقلي بقى على طول عشان كل حاجه تبقى سخنه وناكل مره واحده. ده السمك بتاعنا بقى بعد ما تبلته. انا عملته في الدقيق، حطيته في الدقيق كده وجهزته بقى للقلي. وده الشكل الاخير بقى للقلي اهوت. انا جهزته. هنسيبه بقى على جنب ونبدا نجهز الحاجات التانية. اخر خطوه معانا بقى هنبدا نقلي السمك بتاعي اهوت اللي انا عملته معاكم بالدقيق، حطيته في الدقيق. دي طاسه فيها زيت وسط كده، احنا لازم نحافظ على الزيت اليومين دول، الزيت غالي. والنار وسط برضو، مش عايزه نار عاليه قوي. السمك بيتقلي في نار وسط، لا واطيه ولا عاليه. لازم يكون الزيت سخن قوي عشان احط السمك. وهبدا بقى اقلي طول ما انا محافظه على النار وسط كده. السمك مش هيتحرق مني، والزيت مش هيبقى وحش، مش هيسود مني ويبقى شكله وحش. اقلي كده 3 سمكات ب3 سمكات، والطاسه عندي مش كبيره قوي. 3 سمكات ب3 سمكات. انا مجهزه مع السمك شبكه اهو. هطلع السمك على الشبكه عشان يفضل مقرمش كده وناشف، واحط عليه الليمون، اعصر عليه الليمون كده على طول على السمكيه. ونقلي بقى كده واوريكم هنعمل ايه. وده شكل السمك بتاعنا بعد ما قليناه، بيقرمش وجميل ازاي. قلي ولونه عامل ازاي، عشان احنا قليناه على نار متوسطه وطلعته على شبك، فهو يفضل ناشف كده. يا رب تسيبيه يوم كامل هيفضل ناشف كده. وطبعا النشا اللي انا حطاها على الدقيق برضو بتخليه ناشف ومقرمش كده.
وتعالوا بينا بقى هوريكم احنا هنقدم الوصفه ازاي. نعمل بقى مع بعض دلوقتي بلح البحر اهو. طبعا انا برضو غسلته كويس قوي زي الخلول. نقعته في ميه كتير خالص، وبقيت انشله كده وانضفه. طبعا هو لازم يتنضف كويس، ما كانش جاي متنضف، فنضفنا كل الحاجات اللي فيه وشلناها ونقعناه في ميه برضو ساعتين 2. انشل واحط واغير له الميه، وفي الاخر حطيت له ميه وملح برضو نفس النظام كده. طريقته يعني مختلفه عن الخلول، حاجه بسيطه. دي حله هي فيها شويه زيت سخن، هنزله بقى اشوحه شويه، اسيبه يتشوح برضو لونه يتغير. تمام، على ما يتشوح بقى هنراجع مع بعض كده. احنا هنحتاج له توم وفلفل، طبعا شطه مشطشط كده متقطع ناعم، وجزرايه مكعبات، وتوم ليمون معصور، والتوابل بتاعتنا اللي احنا خلطناها مع بعض، الشطه والكمون والكزبره والملح. هحط بقى كل الحاجات دي في الطبق، هقلب كله ببعضه كده عشان هنزل بيهم مره واحده، بالثوم بالتوابل بتاعتي والثوم والليمون، وهقلبهم كويس. ولما يتشوح بلح البحر هنزل بقى بيهم كلهم على بعض، هقلبهم كويس واشوحهم وبعدين نكمل. التليفون فصل مني بقى وانا بجهز الجندل. انا حطيت شويه ثوم مهروس على الزيت. لما الزيت سخن كده حطيت ثوم مع شويه كزبره، قلبتهم كام تقليبه كده بس كده على ريحه التوابل طلعت. وبقى دلوقتي بشوحها دلوقتي كده لونها يحمر بس، وبعدين احط الميه اللي بتغلي. ده بلح البحر بقى. انا بعد ما شوحته بالتوابل والخلطه اللي انا عملتها كلها معاكم، حطيت شويه ميه يا دوب بس كده، ميه مغليه تغطيه بس حاجه بسيطه، وهسيبه على النار بقى نص ساعه على نار هاديه كده ونرجع لكم تاني. وده شكل الوصفه بتاعتنا بعد ما خلصناها. لو عجبتكم الوصفه بتاعتنا ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، ونتقابل على خير في وصفه جديده من وصفات مطبخ اسماء وسلمى.